السلام عليكم اخوان، كيف حالكم؟ كيف عاملين؟ توحشناكم بزاف. في هذه الحلقه هذه اللي هي حلقه غتكون فيها مفاجاه كبيره عندنا ان شاء الله. في هذه الحلقه انني قررت نقدم لكم واحد الشخصيه كيعرفها الجميع، يعني ما كاينش اللي ربما سمعش عليها، ولكن كتبقى كاللغز. كل واحد فينا سمع على العروبي في ميريكان. بزاف تاع الناس 90% كيحسبوني واش انا هو العروبي في ميريكان، حتى ان واحد الشخص في الدي اس تي حتى هو وقف بقى كيعرض علينا هذا لي وين دار هاد الفيديوهات هو العروبي في اخوان. بهذه المناسبه غادي نقدم لكم اليوم العروبي في ميريكان. اهلا وسهلا اخ عروبي في ميريكان، كي داير احوالك؟ الحمد لله والشكر. كي داير الصحيحه؟ شكرا جزيلا. كلشي بخير؟ حميدون شاكرون، لا يقصرون النظر في وجهكم العزيز. الحمد لله اخ العروبي. المهم في هذه الحلقه والله العظيم ما تقدرش تصور الفرحه تاعي وانا كنستقبلك، وشعوري كبير والله ما نقدر نعاود لك عليه. خصنا عاشي قصريه ديال باد داز وسمع خضاري. شكرا الله. شكرا. المهم السؤال الاول اللي غنطرحه على الاخ العروبي في ميريكان، كنظن انك تبعتي جميع الفيديوهات اللي درتهم على اليوتيوب. صحيح. وبغيت نسولك على الفيديو الاول اللي خاطبت فيه محمد السادس رضي الله صاحب الجلاله، عقلتي عليه؟ يس. وكنت سحبت هذيك كلمه جلاله، عقلتي عليها؟ صحيح. وتعرضت بعض الانتقادات اللي كانت لاذعه، وتعرضت لواحد النفور يعني من فوق الحزام وتحت الحزام واللائحه طويله. اشنو هو النظر تاعك في هذه المساله؟ كيفاش كتشوفها انت وكيفاش اعتبرتيها وكيفاش تقبلتيها؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، غادي نجاوب السي عليوين، وقبل ما نجاوب السي عليوين غادي نجاوب حتى السي حسن بن نجح الكاتب العام ديال قطاع الشباب العدل والاحسان، اللي حتى هو تيمشي في هذا النهج هذا وتيقول تيخرج لنا بواحد الجمله عجيبه وغريبه، وتيقول لنا بان القداسه لله سبحانه وتعالى فقط لا غير، والعصمه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط لا غير. هنا غادي نجاوب السي حسن بن نجح وغادي نجاوبك حتى انت، وغادي نقول لك لا، حنا كمسلمين في المغرب اللي اعلى سلطه عندنا في المغرب هي اماره المؤمنين، وحنا ما غنعرفوش الدين الاسلامي بحال سيدنا الله ينصرو ملكنا الشاب الملك القدوس المقدس السلام اللي حنا عايشين في الظل ديالو بسلام، والمؤمن بصفته انه هو امير المؤمنين والمهيمن على كل صغيره وكبيره، ويحصي الحركات ديالنا والسكنات ديالنا وكيحاول ما امكن كيدير اللي في جهده مسكين. تنقول بان حنا كمسلمين مغاربه تنقولوا بان القداسه فعلا لله سبحانه وتعالى، ولكن لملكنا محمد السادس نصره الله بصفته اعلى سلطه دينيه في البلاد من جهه، وبنص الدستور المغربي اللي تيحث على هذه المساله ديال القداسه ديال سيدنا الله ينصره. وتنزيد وتنعاود نقول بان العصمه فعلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى الملك ديالنا الهمام الملك الشاب القدوس السلام المؤمن المهيمن حتى هو عنده العصمه هو، ولا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، كلامه مقدس، العائلة الملكية الشريفة مقدسة، وحتى العائلة ديال العائلة الملكية مقدسة، والصحاب ديال العائلة الملكية مقدسين، والأصهار ديال العائلة الملكية مقدسين، وعندنا دلائل على هذا الكلام هذا، وحنا تنبغيو ملكنا وما يزيدش شي واحد يزايد علينا ويبغي يحيد لنا هذه القداسة لملكنا. كنا تنعرفوا العم ديال الراجل ديال عمة الملك الهمام ديالنا القدوس اللي حبسوا بوليسي في الدار البيضاء ونزلوا ضربوا بفردي وما تحكم ما والو، والناس تيبقاو يتعجبوا تيقول لك علاش؟ على حقاش مقدس، وحنا تنقدسوا الملك ديالنا وتنقدسوا العائله ديالو، ما يجيش شي واحد يقول لنا بان غادي نشدوا راجل عمة الملك ديالنا في الحبس. هذا هراء، هذا تخلف. مؤخرا عاوتاني خالة الملك
ناضت صرفقات واحد اللي هو وكيل الملك في قلب المحكمة، ناضوا بعد الرعاع الدهماء الهمج الرعاع اللي ينعقون وراء كل نائق، ناضوا بغاونا نحاكموا خالة الملك. إذا كان الملك مقدس فهاد الهمج خصنا نقول لهم بأن حتى الخالة ديال الملك مقدسة وممنوع منعا كليا، ولا يعقل أننا غادي نحاكموا الخالة ديال الملك ولا أي واحد قريب من الملك، لا من بعيد ولا من قريب. واصدقاء الملك حتى هما ما تنحاكموهمش. والاكثر من هذا الشيء هو ان الوزراء ديال الملك حتى هما مقدسين. وكلنا شاف في اليوتيوب مؤخرا العام اللي فات كيفاش ان الناطق الرسمي ديال الحكومه المغربيه تيجي وتيتعرض للبوليس يحبس ولده دار كسيده حدا البرلمان المغربي وما خلاش البوليسي انه يعتقل ولده وتحدى القانون وكل شيء، والناس بقاو تيتعجبوا تيقول لك علاش؟ لحقاش مقدس. ما يمكنش وزير معينو ملك ديالنا نصره الله وايده ما غاديش نقدسوه، لا يعقل اطلاقا. وفي هذا الاطار عاوتاني تنزيد نذكر على الناس اللي مازال تيجبدوا القضيه ديال النجاه على الوزير ديالنا الهمام عباس الفاسي، فتنقول لهم كلامكم مردود عليه. الا تغشمتوا في هذوك 30,000 مواطن شاب مغربي، لا تغشمتوه في القضيه ديال النجاه فهذاك شغلكم. الملك ديالنا المقدس هو اللي تعرف المصلحه ديالنا، حنا ما غنعرفوش المصلحه ديالنا احسن من الملك ديالنا، وحنا وراء الملك ديالنا باني السدود وحامي الحدود رغم كيد الكائدين. كنزيد واحد النقطه اللي هي مهمه، هي ان القداسه ديال الملك كتجلنا لنا حتى في الشعائر ديال الدين الاسلامي ديالنا، بحكم ان بزاف ديال المسلمين ما تيمارسوش الدين ديالهم على احسن وجه. حنا الا كانوا بزاف ديال المسلمين تيصليو 5 ديال الصلوات، فاحنا زياده على 5 ديال الصلوات وتبعا للمذهب المالكي فتركعوا 5 ديال الركعات كل سنه في طقوس ديال البيعه ديال سيدنا. وحنا كنفتخروا بزاف فاش تنشوفوا الرجال والشيوخ المغاربه مالين الموسطاج الصحاح اللي ما كاينش شي راجل في الدنيا بحالهم وتيركعوا قدام سيدنا 5 ركعات سنويا بنظام وانتظام، وحتى اللباس عندهم موحد اليونيفورم. نحمد الله ونشكره على هذا، وهذه مسألة متوارثة. سمعنا مؤخرا بأن تبقاو يجيونا بعض الأوباش تبداو يقول لك اودي علاش تتبوسوا اليدين ديال اسيدي، حنا تنبوسوا له يديه ورجليه ومالكنا هذاك، وما يجيش شي واحد يزاد لينا على الحب ديالنا. حنا راه من كثرة الحب ديالنا لملكنا راه تنخرجوا لبرا باش نخدموا عليه. حنا راه تنعطيو شهداء. حنا في المحيط الاطلسي وفي البحر الابيض المتوسط عام من 90 لدابا دفعنا 764 الف شهيد في البحر. علاش؟ باش نخرجوا ونخدموا على سيدنا ونصيفطوا العمله الصعبه للمغرب. الله يبارك في عمر سيدي. تيجيو بعض الاوباش تيقول لك اودي الملك ديالكم تيتخلص بزاف، تيتخلص ما يزيد على 12 مره اكثر من الخلصه ديال اوباما. نرد على هاد الاوباش وغادي نقول لهم بان كذب وبهتان على ان الملك ديال المغرب سيدنا نصره الله وايده تيتخلص من فلوس الشعب 300 مليار سنويا، وتيتقام علينا الملك ديالنا الهمام ب 800 مليون سنتيم يوميا. فانا تنرد على هذا الكلام وتنقول لهم بان الملك ديالنا الشاب الملك القدوس بانه ما تيتخلصش نهائيا، ملك علينا فابور. علاش؟ لحقاش كل شيء تعرف العالم كامل بانه تعرفوه بانه ملك الفقراء. مادام ملك الفقراء فهو يتواضع وما تيتخلصش منا، بحكم انه ورث واحد الارث كبير بزاف. ولكن الملك ديالنا مرفح الله يزيدو، هذاك الشيء ورثو ابا عن جد. اذا باش نقاطعك الله يخليك واحد الدقيقه، انت كتظن بان الملك ما محتاجش فلوسنا حنا؟ لا، عنده فلوس وما تيتخلصش مزيان.